السلام عليكم. أهلا وسهلا فيكم بقناة طبخة وتحلاية. اليوم رح نعمل سوا كيك اسفنجي خفيف مثل القطن بوصفة سهلة وبسيطة، بس النتيجة رح تطلع خرافية ورائعة. الكيك طري وهش بشكل ما بيتصدق، وما بده لا خطوات صعبة ولا تعب. وحتى لو كنتي أول مرة عم تحضري الكيك رح ينجح معك من المرة الأولى، ورح تعتمدي هالطريقة. فتابعوا معي هالفيديو خطوة بخطوة لحتى يطلع معكم بنفس الطراوة. وهلأ يلا نبلش. أول شي رح أحتاج 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. أهم شي يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، يعني مطلعينهم من البراد قبل بشي ساعة تقريبا. ورح ضيف عليهم معلقة كبيرة من الفانيليا، ورح بلش خفق كتير منيح لحتى يصير لون المزيج فاتح ويصير قوامه كريمي. كل ما خفقتوا أكتر بهالمرحلة كل ما طلع الكيك أطرى وهش أكتر، فخليها تاخد وقتها بالخفق. أنا تقريبا ضليت عم أخفق شي 4 ل5 دقايق. وهلأ رح ضيف كاستين من السكر، ورح أرجع أخفقهم مع البيض لمدة دقيقتين 3 لحتى أتأكد إنه السكر اختفى. وبالنسبة لكمية السكر فما تقلقوا، رح تكون كتير مناسبة للبيض وكمية الطحين اللي حاستخدمها. يعني البيض والطحين رح يتشربوا هالحلاوة، وما رح تطلع الكيك حلوة، بالعكس رح تطلع الحلاوة على القد. حتى إذا بتحبوا فيكن تضيفوا أي صوص بالنهاية. وهلأ بعد ما انتهيت من خلط السكر والبيض رح ضيف كاسة حليب، بس أهم شي الحليب يكون دافي. ورح ضيف كمان كاسة من الزيت النباتي، ورح أخلطهم كمان شوي مع بعض ليمتزجوا مع المكونات. وحابة أذكركن لا تنسوني من دعمكن من لايك واشتراك بالقناة لحتى استمر وعائلة طبخة وتحلاية تكبر. وبدي أخبركن إنه لو حبيتوا تستخدموا الخفاقة اليدوية كمان بيمشي الحال، بس المفروض إنكم تخفقوا كتير كتير منيح، لأنه متل ما شفتوا بتحتاج لخفق منيح لحتى تنجح عندي الكيكة وتطلع طرية وهشة ولحتى ترتفع. وهلأ بدي أنخل الطحين. رح أنخل 3 كاسات طحين، وأنا عم أنخل الكاسة التانية رح ضيف معلقة كبيرة من البيكنج باودر لحتى يمتزج معها، لأنه لازم كمان البيكنج باودر يمتزج كتير منيح مع الطحين. وأكيد الطحين ما رح ضيفه على دفعة واحدة، ضفته أنا على دفعتين. أول شي كاستين مع معلقة الكبيرة البيكنج باودر، وخلطهم مع المكونات، وبعدين بتابع الكاسة الطحين اللي ضلت عندي. وعن جد يا جماعة ما في أسهل ولا أطيب من هالوصفة ومن هالكيكة. كتير بنصحكم إنه تجربوها، رح تطلع حرفيا خفيفة مثل القطن. وحتى لو كنتوا أول مرة بتعملوا فيها كيك واتبعتوا هالخطوات، فأنا متأكدة إنه رح تطلع معكم بتشهي وقوامها بياخد العقل وهشة واسفنجية وما أحلاها. وبهالمرحلة أنا بحب استخدم الخفاقة اليدوية، لأنه ما رح تحتاج خلط كتير. مجرد ما اختفى عندي الطحين رح وقف عن الخلط. بس أهم شي كمان نضل عم نخلط لحتى ما نتأكد إنه ما في أي تكتلات من الطحين. ومثل ما خبرتكم لو حبيتوا تستغنوا عن الخلاط وتستخدموا الخفاية اليدوية للوصفة كلها كمان بيمشي الحال، بس أهم شي إنه الخفق يكون كتير كتير منيح. وخبروني لأي بلد وصل الفيديو، من أي بلد عم تتابعوني، ولا تنسوني من تعليقاتكم الحلوة. وخبروني شو أعمل وصفات بالفيديوهات الجاية، اقترحوا علي. وهيك صار جاهز الخليط عندي، والقوام تماما مثل ما أنا بدي إياه. مثل مو شايفين لا سميك زيادة عن اللزوم ولا إنه خفيف. وهلأ جهزت صينية الفرن وضفت عليها ورقة زبدة، ورح نزل الخليط على الصينية. وطبعا إذا مو متوفر عندكن ورق الزبدة فيكن تدهنوا الصينية بشوية زيت وترشوا عليها الطحين وتوزعوهن بالصينية، كمان بيمشي الحال. وبعد ما انتهيت من صب الخليط بدي دق الصينية دقيقتين 3 حتى يتفرغ الهواء اللي فيها. وعلى الفرن المحمى قبل ب10 دقايق على درجة حرارة 180، تاخد تقريبا شي من 30 ل40 دقيقة حسب الفرن اللي عندكم. وهيك صارت جاهزة عندي أطيب كيكة. شوفولي ما شاء الله بتشهي، وقوامها بياخد العقل، اسفنجية وطرية، وحتى لونها أبيض وقلبها طري، وقوامها هش مثل القطن وبياخد العقل، وريحتها بتشهي.
عن جد يا جماعة كتير بنصحكم انه تجربوها وتتبعوا نفس هالخطوات، ومتأكدة رح تطلع معكم كتير ناجحة وطيبة ولذيذة. وهالوصفة رغم بساطتها إلا إنه نتيجتها رائعة وفخمة، وما في أي حدا داقها إلا ما قال خفيفة مثل القطن. بانتظاركم تجربوها وتخبروني رأيكم بالتعليقات. وبنهاية الفيديو إذا حبيتوا وصفتنا لليوم لا تنسوني من دعمكم من لايك واشتراك بالقناة لحتى استمر وعيلة طبخة وتحلاية تكبر. سلام.